تعرف إن في كلمات كتيرة في اللهجة المصرية متاخدة أصلاً من اللغة التركي؟ كلمات كتير شائعة جداً وبتتقال بشكل يومي. النهاردة هقول لكم 5 من الكلمات دي. الكلمة الخامسة شنطة. الشنطة اللي بتشيلها كل يوم وبتقطم وسطك هي في الأصل كلمة تركية. الكلمة الرابعة هانم. الست هانم اللي مش عاجبها أي حاجة بتعملها ودايماً شايفاك صعلوك قدامها هي في الأصل كلمة تركي. الكلمة التالتة واسطة. الواسطة اللي بيوصلك كل يوم واللي بيصلح لك عربيتك في الورشة هي في الأصل كلمة تركي ومعناها الأصلي خبير. الكلمة التانية باشا. كلمة باشا الكلمة اللي بتنده بيها أي حد تعرفه أو ما تعرفوش هي في الأصل كلمة تركي باشا، وهي كانت بتطلق على كل أصحاب السلطة والنفوذ في الدولة العثمانية. الكلمة الأولى برضو. مستحيل طبعا ننسى كلمة برضو اللي جاية في الأصل من الكلمة التركي بيرديه، واللي برضو بتحمل نفس المعنى. دي مجرد أمثلة بسيطة من كلمات كتير، والكلمات دي طبعا اتنقلت لمصر بفضل التأثير الكبير للثقافة التركية في التاريخ المصري.